تم ضبط مستوى. السلام عليكم اخواني الاعزاء متابعي القناة. حبيت اليوم اطلع عليكم اطلالة بسيطة، وحبيت ان ابدي معاكم بسلسلة جديدة. راح نبدي هذه السلسلة. هاي السلسلة تخص طائر ابيض الخدين البلبل العراقي. راح نبدي وياكم بكيفية اقتناء هذا الطائر من البداية، من بداية شرائك للقفص إلى كيفية شرائك هذا الطائر، وشلون تشتري الطائر، وشلون تعرف كيفية اقتناءه، وكيفية والجناية المضبوطين حول هذا الموضوع، وشلون تعرف الجناي والشخص اللي تريد تشتري من عنده موثوق او مو موثوق، او البلبل اللي يعطيك موثوق او مو موثوق. فاليوم راح نبدي ويانا اول قضية بخصوص هذا الموضوع. انت قبل ما تشتري هذا الطائر راح تشتري شنو؟ اول ما تجيب القفص. فالاقفاص موضوع جدا مهم لهذا الطائر، وخاصة انا دا اقصد البلابل الوحشية، يعني البلابل الطوار الوحشية اللي تشتريها خامات او غير خامات، يعني بصورة عامة الوحشية. زين، فهذه الاقفاص مهمة جدا جدا. هذا الموضوع بخصوص هذا الموضوع يعني جدا جدا مهم. ولو الاخوان يعني ببقية القنوات هم شارحين عنه، بس انا راح اعطيك بهاي السلسلة ملخص مفيد الجني، الملخص مال الجني الصحيح. يعني من تريد تبدي بداية صحيحة. زين، يعني احنا اللي تعرضنا له بداية الجني مالتنا راح يكون شنو؟ راح يكون ملخص ما تعلمناه، ما وقعنا به الاخطاء انت ما راح توقع بهن، بس مجرد انك تتابع هاي السلسله. فاليوم راح نبدي ببركه الله سبحانه وتعالى بهذه السلسله. اول شيء من نريد نقتني البرج، شنو مواصفات القفص اللي نقتنيه؟ اول نقطه الحجم. شنو هو الحجم المناسب؟ اخواني الاعزاء، من خلال خبرتي ومن خلال تجربتي بهاي الهوايه وسؤالي من اخواننا الجنايه الله يبارك بيهم، يعني زين الاقدم من عندنا. زين، هذا القفص بمواصفات، احسن مواصفات ثبت لهذا البلبل. زين، احسن مواصفات ثبتت لهذا الطائر هو هسه قدامكم هذا القفص ده. تشوفوا هذا القفص احسن مواصفات للطائر. شنو القفص؟ نوعيتين اقفاص. شنو هي النوعيه الاولى؟ هذا القفص اللي عرضه شنو حجمه؟ الحجم مالته، الواجهه ايش يقصد بها الواجهه؟ هاي من هنا الى هنا، من هذا النقطه لهاي النقطه، هاي الواجهه ايش قد؟ واجهه 70. هذا الواجهه 70. والارتفاع ايش قد؟ الارتفاع يصير 60. خوش، هذا الواجهه 70 والارتفاع 60. والنزال ايش يقصد به؟ من يقول لكم تسمعون كلمه النزال يعني العمق، هذا العمق. زين، هذا العمق ايش قد يصير؟ دا احكي لك على افضل النموذجي، هي هواي اكو اقفاص بس انا دا اتكلم لك على النموذجي اللي الطائر من يقعد بيه يرتاح، الطائر ياخذ راحته، وخصوصا الخامات يعني. زين، واللي يشتري الخامات يعني والوحشيات اللي بعده ما مفتوح، او مثلا مفتوح نصف فتحه او ربع فتحه، او مفتوح حتى رون، حتى لو مفتوح رون. زين، حتى لو مفتك رون همات، مثل ما نقول هم يعني همات. هذا الاقفاص نموذجيه راح تكون. شنو هو؟ قلت لكم العرض يصير 70 والارتفاع 60 والنزال يا اما 35 او 38. شوف هسه هذا النزال ماله هذا النزال ماله 38 اني. زين، او 35. هذا النوعيه الاولى. النوعيه الثانيه يصير مالته مو 70 العرض، لا يصير 60. زين، والارتفاع 55. لا تخليه ينزل جوا ال 55 يصير 50، لا الارتفاع 55. هسه هذا مو 60 ينزل 5 سنتيمات. هسه هم اشوفكم البرج ابو ال 60 وال 55. هذا ارتفاع ايش قد؟ هذا ارتفاع 60 والعرض ايش قد؟ 70 والنزال ماله ايش قد؟ هذا 38. زين، او تاخذ نزال 35. اما القفص الثاني هسه هذا القفص الامامكم، زين، هذا دا اقصد عليه شنو هسه؟ هذا مالت الخام بي اني. شوفوا هذا القفص الامامكم، هذا العرض ماله ايش قد؟ هذا 60 والارتفاع 55.
زين هذا المواصف النزال هذا مالته ايش قد؟ هذا النزال مالته 35 شوفه هذا النزال 35 ما يفرق هوايه 3 سنتيمات لكن انظر لهذا البرج هسه هذا البرج كارتفاع وكواجهه زين راح نجي اكو شغلات شنو مهمه جدا جدا داخل القفص اللي هي اغلب الناس ما تهتم لها لكن هي شنو هي جدا جدا مهمه اولا ناخذ الباب سبرينج مو يصعد لو ينزل الباب يكون سبرينج ليش الباب سبرينج لان هذن البلابل الوحشه مو بلبل اليف انت والطلعه زين على مود يكون الباب عادي لان بس ينفتح الباب له فانت امانا الك على مود لا تسهو امانا الك على مود لا تسهو مثل ما نقول بالاثناء اعطاء الطعام الغذاء الميت الغلفه بين الفرش المهم زين عمود لا تسهو الباب سبرينج يرجع الباب من كيفه خوش هاي اول نقطه هسه نجي داخل القفص لاحظوا لي داخل القفص لازم تصير 4 مساطب يعني شو 4 خانات هذني مكانات شنو للغذاء يعني هذا 1 وهذا 2 وهذا الثالث شوفوا هذا الثالث وهذا الرابع هاي 4 اماكن للغذاء زين نجي شنو بعد المشتم اخوان هذا المشتم ضروري هذا هو الطائر راح ينام عليه شوفوا العرض مال المشتم شوفوا العرض لا تاخذه عريض كلش ليش لان الطائر ما يقدر يسد رجله عليه بينما هذا شوفوا تقريبا بعرض الاصبع الصغير اصبع الخنصر بعرضه يصير يعني الحجم ماله اسطواني بعرضه يصير هاي واحد ثانيا المشتم الرئيسي هذا اللي يصير داخل هذا الطولاني اللي يربط القفص احنا نقول الاقفاص هذا هم نفس الحاله يصير واهم نقطه يكون قدام مكانات الغذاء او مكانات الاعلاف او الاكل اللي راح تعطيه يكون عليهن مشتم امامهن مو بدون مشتم يصيحوا لهن شو اسمه هذا طياريات مصاطب طياريه لا ما نريدهن هذني غلط هذا المصطب لان هذا راح يوقف هنا وانت حاط هنا اكل راح يتدمر ذيله راح يتكسر من يفتر هيك ويفتر هيك بينما هذا يجي ويوقف بهذا المكان ذيله راح يصير حر فعلى مود نحافظ على جمال الطائر عرفت شلون ترى هاي النقاط مهمه صدقني انا عن تجربه يعني مسويها هاي النقاط مهمه هذا المشتم الرئيسي راح يصير شوف هذا مشتم راح يصير امام هاي المصطبه وشوفوا المشتم الثاني همات راح يصير امام هاي المصطبه شوف بس خل ادخل ايدي على مود يكون واضح لكم ان شاء الله التصوير واضح لكم زين للتفعيل مع الاستمرار هذا العفو هذا مال الناطق ده يتكلم المهم فهذا شنو راح يكون هذا هذا المشتم الاخر امام مكان الغذاء شوف شلون يصير امامه وهذا المشتم الرابط الرئيسي ولا تنسون اختاروا العود يكون 7 ملم هو مو مشكله اذا كان 5 ملم بس ال7 ملم شنو يكون العود مال شو ما يكون امتن يعني واقوى ومدته وعمره اطول فهذا مثل ما نقول شلون نقول احنا هذا هذا شغله ضروريه مكان اللي يوقف عليه الطائر حتى ياكل العلف مالته وهسه ان شاء الله بالفيديو القادم ان شاء الله راح انزل لكم شلون تجهز القفص بالغذاء النقطة الرئيسية شكلنا عليها داخل القفص المصاطب ال4 والمشتم بالنص والمشتم اللي يوقف عليه الطائر شلون يكون حجمه واضافه الى ذلك شنو اضافه الى ذلك هذا المشتم اللي يوقف عليه على مود من يوقف هنا راح يكون ذيله بهالشكل هذا مو بهالشكل هذا من يوقف على هذا من يقول له مشتم واحد يوقف عليه وانت تحط منه غذاء وانه غذاء راح يتدمر الطير زين ويتكسر ذيله فماكو داعي فتحط هنا شو اسمه تطلب من الداقوق اللي راح يسوي لك البرج او صانع الاقفاص ان يحط لك مشتم قدام المصطبه مال الاعلاف زين واني ما ارشح مصطبه هاي كامله تجي لا شنو حلقات شوف شلون الحلقه هاي حلقه وهاي حلقه عمود تحط كل من غذاء واحده وان شاء الله ما اكون طولت عليكم بهذا المقطع مال الفيديو وان شاء الله المقاطع الفيديو الجاي راح تنزل مهمه تابعوها اخواني صدقوني زين من خلال تجربتي راح تكون مقاطع مهمه جدا 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 راح انزلكم على التغليف وانزل لكم شلون تشكلون شلون تشكلون شو اسمه المشربه مال الماء كلهن راح اسوي لكم اياها بشكل مختصر ملخص مفيد تجني راح انت من تريد تجني الطائر تتابع هاي السلسله اللي راح اقدمها لك راح تروح انت مرتاح من تجيبه ما تتعرض لاي مطب او اي خطا ان شاء الله هذا دا يقرا خاف احد يسالني هذا شاهيني هسه بعدها استوى دا يفتح ان شاء الله
وتحياتي للجميع، وأتمنى سنة سعيدة عليكم، وإن شاء الله سنة مفرحة وتحقيق كل الأماني للجميع إن شاء الله. شكرا لكم وآسف على الإزعاج، ولا تنسون الاشتراك بالقناة وضغط زر اللايك والمشاركة ونشر القناة لتعم الفائدة للجميع، وخير الناس من نفع الناس. شكرا لكم.